اهلا وسهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يلا بينا لايف جديد. اللايف النهارده مهم جدا يا جماعة. النهارده هنتكلم عن كل شيء يخص الجسم. يعني ايه هو الجسم بتاعنا ده، وهندخل في تفاصيل ممكن تكونوا مش عندكم الادراك الكافي بقد ايه الجسم بتاعك ده مهم. ومهم ان انت تحافظ عليه، ومهم ان انت تفهم جسمك بيشتغل ازاي. ففي اللايف النهارده ان شاء الله ناويه اتكلم معاكم عن الجسم بالتفصيل. اتكلمت معاكم في لايفات قبل كده عن الروح، واتكلمت معاكم عن النفس، والنهارده هتكلم معاكم عن الجسم. ليه انا بتكلم على المواضيع دي يا جماعه؟ لان انا زي ما قلت لكم انه انا بحاول على قد ما اقدر ان احنا يعني نعرف الحكمه من وراء القران الكريم. وعشان نفهم الحكمه من وراء القران الكريم في اساسيات وفي قواعد مهمه جدا جدا لازم نفهمها. القواعد دي هي ايه؟ القواعد دي هي جسمك، هي روحك، عقلك، افكارك، شعورك، الناس اللي حواليك. كل الحاجات دي انت لازم تعرفها قبل ما تبدأ تمسك القرآن الكريم. وطبعا القرآن ربنا سبحانه وتعالى شارح فيه كل شيء كل شيء. فانا بحاول ابسط لكم على قد ما اقدر. فبس اتكلمت معاكم عن الروح، واتكلمت معاكم عن النفس، والنهارده هتكلم معاكم عن الجسد. فده البيزك، الاساسيات اللي احنا نقدر نمشي فيها في مشوارنا للكتاب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه لنا ونزله على خير البشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه ألف صلاة وسلام. ففي اللايف النهاردة هنتكلم عن الجسم بس من منظور مختلف. هنتكلم عن كل أنواع الأجسام، وهنتكلم عن في ايه الكائنات اللي مجسمة اللي فيها جسم، والكائنات التانية اللي ملهاش جسم. وهنتكلم في تفاصيل اكتر. فاتمنى ان انتوا تركزوا معايا في اللايف دوت، واتمنى ان انتوا يعني تحاولوا تستوعبوا شوية، يعني بعمق اكبر للكلام اللي انا بقوله. فالنهارده هتكلم عن الجسم، ايه هو الفرق بين الجسم والبدن والجسد. هتكلم عن الأجسام النورانية، وهتكلم عن الأجسام النارية، وهتكلم عن الأجسام المائية والأجسام الترابية. هتكلم النهاردة عن إزاي لما بتختلط الأجسام ببعضها، سواء عن طريق التزاوج أو عن طريق أشياء أخرى، ممكن يحصل إيه للجسد. هتكلم عن تأثير الأفعال والأقوال بتاعة الناس اللي حواليك على جسمك، وإزاي إن أنت لازم ملزوم إن أنت لازم تفهم ده. تفهم إزاي تحفظ جسمك، وإزاي إن أنت تكون الحامي والواعي والمدرك ان جسمك هو زي حصنك المتين اللي انت ملزوم ومسؤول عن الحفاظ عليه. فقبل ما اخش في الموضوع دوت، عايزه اكلمكم عن ابسط قصه سردها لنا القران الكريم عن موضوع الجسم ده. يعني دي لمحه كده من لمحات الكتاب العظيم ده عشان يفهمنا ربنا بقد ايه ان كل المخلوقات اللي ربنا خلقها لازم ملزومه ومسؤوله انها تحافظ على جسمها، وملزومة انها تنبه التانيين كمان انهم لازم يحافظوا على اجسادهم. فيجي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يكلمنا عن النملة. عن النملة اللي كانت في وادي النمل، لما جت شافت سيدنا سليمان ماشي هو وجنوده، وزعقت في النمل اللي زيها وقالت لهم ايه؟ قالت لهم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجاي ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا ايه؟ بيفهمنا انه من اقل حاجه لاكبر حاجه. يعني لو انت مش واخد نفسك بالك من النمله اللي في الارض، فهي النمله نفسها عارفه دورها، وعارفه انها مسؤوله عن جسمها، وعارفه انها لازم تحافظ على هذا الجسد. فتيجي النملة تتكلم النمل التاني عشان تنبههم انه خلي بالكم من هذا الجسد، لانه بمجرد ان الجسد ده حصل له اضرار، او الجسد دوت مثلا اتكسر او اتقطع او حصل له اي شيء، فمعنى كده ان جزء من رسالتك في الحياة هيكون صعب جدا انك تعمله. فزي ما قلت لكم، لما جه ربنا سبحانه وتعالى كلمنا على النمله قالت ايه؟ قالت انه سيدنا سليمان هيقتلهم عمد؟ بالعكس، هي قالت ايه؟ قالت انهم ممكن ما يحسوش بيهم او ما يشوفوهمش. فده كمان رسالة بيوصلها لنا القرآن الكريم. بيقول لنا انه في بعض اشخاص ممكن يؤذوكوا بشكل او باخر وهم ما يحسوش انهم اذوكوا، ولكن انت اللي لازم تكون مدرك، ولازم تكون واعي، ولازم تكون فاهم بانك انت مسؤول عن نفسك، ومسؤول عن جسمك، ومسؤول عن كل اعضاء جسمك، ومسؤول عن تحافظ على اعضائك الظاهرة منها والباطنة اللي هي الاجزاء الداخلية كمان. ان لا تخلي حد يتحدى حدوده معاك ويأذيك بدنيا، ولا انت تأذي اي مخلوق اخر بدنيا.
عرفتوا ازاي يا جماعة؟ فيجي ربنا سبحانه وتعالى يفهمنا انه حتى النملة هي عندها السيستم ده، هي عندها النظام ده فيها، النظام انها تحافظ على نفسها وتحافظ على غيرها، مش بس تحافظ على نفسها وبس، ولكن تحفظ سلامة غيرها. فزي ما انت بتحافظ على جسمك لازم تحافظ على جسم ولادك، لازم تحافظ على جسم مراتك، لازم تحافظ على جسم زمايلك، لازم ان انت ما تتخطاش الحدود بشكل او باخر ان انت تأذي الاخرين في اجسادهم. لان زي ما قلت لكم هو الجسد ده هو عبارة عن بيت الروح او بيت الانسان او بيت النفس او بيت العقل والادراك. اي عطب او اي اذى او اي الم اصاب الجسد بشكل او باخر لازم هيخش الاعمق من الجسد المادي اللي احنا شايفينه ده. يعني ممكن اللي قدامك يكلمك بطريقة مش كويسة فممكن الجسد يمرض فتيجي له جلطات، تيجي له سبحان الله ازمات قلبية. وكتير بنشوف شخص يكون قاعد عادي وما فيهوش اي حاجة، واحد كلمه كلمة خد الكلمة كتير على نفسه وبالتالي جاله جلطة او جاله ذبحة صدرية او جات له مشكلة، لان جسدنا هش بهذه الهشاشة. احنا جسدنا في منتهى الهشاشة، احنا جسدنا ممكن لو الانسان غصب عنه ماشي في اي صالة او ماشي في اي مكان واتكعبل مثلا في سجادة او اتكعبل في مثلا في اي شيء ممكن تتكسر رجليه، ممكن الحوض يتكسر، ممكن سبحان الله دراعه يتكسر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادانا الرسالة بتاعت النملة دي انه شوفوا اقل، انتوا ادركوا بقى وفهموا انه حتى اقل المخلوقات اللي انت ممكن ما تنتبهش ليها ممكن تدسها وتموتها او تحطم جسمها او تسلب منها الحياة. فلازم انت تكون واعي انه الجسد ده هو اللي حافظ حياتك وحافظ ان انت تكون بالشيب وبالشكل اللي انت بتشوفه ده دلوقتي. فملزوم منك ان انت تحافظ على هذا الجسد. فيجي ربنا زي ما قلت لكم شرح لنا على النمله بتاعت سيدنا سليمان. فممكن بعض الناس تقول لك هو ليه ربنا قال لنا يعني عن النمله، يعني انه ليه نادت كده؟ عشان يفهمنا انه انت دورك الاساسي انك تحافظ على جسمك من الاخرين، دورك الاساسي ان انت تحافظ على جسمك من الاخرين. هكررها تاني، لان ممكن الاخرين بوعي منهم او بغير وعي يأذوك، فانت لازم تكون مهتم للاخرين بيكلموك ازاي، الاخرين بيتعاملوا معاك ازاي، انت بتتعامل مع نفسك ازاي وبتكلم نفسك ازاي. في كل الاحوال انت ملزوم ان انت تحافظ على هذه الهدية العظيمة اللي ربنا اداها لك بشكل او باخر. اذا ايه هو الجسد يا جماعة؟ الجسد هو الوعاء، يعني هو وعاء. يعني انت لو قعدت كده بصيت لايدك دي 5 دقايق كده من غير الافكار اللي انت فاكرها عن الايد وكلام، يعني اقعد كده تأمل كده، امسك ايدك كده وبص على ايدك ده، يعني هتلاقي ايدك دي عالم لوحدها. في هنا شرط وفي مش عارفه عقل وفي مش عارفه شكلها عامل ازاي وفي عروق وفي سبحان الله ابعد من كده تحس بسريان الروح في ايدك لو انت قعدت وركزت في ايدك. عشان تقدر تدرك هذا الجسد العظيم لازم تتأمل في هذا الجسد. عشان كده يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني بصوا في نفسكم قد ايه انت بديع في خلقك وقد ايه جسمك ده حاجة عظيمة، انه ربنا سبحانه وتعالى اختار لك هذا الجسد وهذه الرأس والعينين والودان والرجلين والايدين والصدر والظهر يعني ده ملكوت تاني، ده عالم يحتوي عالم اخر غيبي احنا ما نعرفوش. فاحنا الجسد اللي احنا شايفينه ده ومستهترين بيه وان احنا يعني عادي، ما احنا مولودين ومخلوقين وعايشين بيه وكذا. تخيل انت مثلا ماشي وحصل لا قدر الله حادثه وفقدت جزء من جسدك بشكل او باخر، شوف كميه الحزن وكميه الالم وكميه الاحساس بصعوبه هذا الموقف هتكون على الانسان قد ايه. عشان كده مهم جدا 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 انك تحافظ على جسدك وطول الوقت تشكر ربنا ان جسدك شغال، ان جسمك شغال، ايديك شغاله، عينيك شغاله، راسك شغاله، جسمك شغال، بتمشي بتاكل وبتشرب. الحاجات المسلمات اللي احنا كلنا شايفينها طبيعيه وعادي دي حاجه عظيمه. في كتير ناس ما عندهمش الرفاهيه دي، وانزلوا شوفوا في المراكز بتاعت سبحان الله ربنا يشفيهم ويعافيهم الامراض اللي عندهم بيغسلوا كلى، واللي سبحان الله عندهم سرطانات، واللي سبحان الله عندهم فقر دم وعندهم بينقلوا دم ويعني في ناس كتيرة في معاناة مع هذا الجسد سبحان الله اللي ربنا اداها لهم. فاذا الجسد يا جماعة ده قيمة عظيمة، لازم انت تكون عارف هذه القيمة ومقدرها
وشاكر ربنا على وجود جسدك ووجود بصرك ووجود عقلك ووجود كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك. طيب فنيجي تاني عايزين نتكلم بقى على حاجة مهمة جدا. في بعض المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى أمر إن أرواحهم وأنفسهم تتجسد في أجساد مادية. زي مين؟ زي إحنا البشر، زي مثلا الحيوانات، زي مثلا النباتات. هم نوع من كلنا نوع من انواع الوعي، ولكن يختلف الوعي طبقات، بين وعي انا عن وعي الحيوان، عن وعي النبات، عن وعي الارض والتراب وهكذا. فكل واحد فينا مختلف بشكل او باخر، ولكن كل واحد فينا ليه هيئة ومنظر واخدها، هيئة وشكل جسد واخده. فمش معنى ان انا شايفه مثلا طفل صغير لسه مولود اعتقد في عقلي انه ما بيدركش او ما بيفهمش او مش بيلقط ده منتهى ده. تخيلوا الطفل الصغير ده اللي احنا بنشوفه جسد بيبي، يعني عيل، ده مش بيفهم، ده بيفهم كل حاجه ومبرمج على كل حاجه، وربنا مديله كون يعني عقل. يمكن هو بالنسبه لنا احنا ما بينطقش وما بيتكلمش، او بالنسبه لنا احنا سبحان الله انه لسه طفل عيل، ده هيدرك ايه؟ ولكن الحقيقه اللي لازم كلنا نفهمها ونعرفها انه الاشكال اللي احنا شايفينها دي في ليها وعي وادراك اعمق بكتير من اللي انت ممكن تتخيله. ويجي ربنا سبحانه وتعالى يوريك المثال على ده في قصة سيدنا عيسى لما كان لسه رضيع في اللفة. وبالنسبة للبشر انه ما بيفهمش انه ايه الطفل ده، انت بتقول لنا نكلم ايه؟ ده عيل صغير، هو ده هيفهم ايه؟ ولكن عشان ربنا يذكرك ويفهمك انه العيل الصغير اللي انت بتضربه وبتهينه وبتشتمه قدامه، ده كله مسجل ريكورد عنده وعارف كل حاجه ومدرك كل حاجه، مش زي ما احنا متخيلين ان هو بلا وعي وبلا ادراك. فيجي سيدنا عيسى يقول لهم انا عبد الله اتاني الكتاب وعلمني وجعلني نبي. الله يعني الطفل الصغير ده اللي انا في وجهة نظري وفي ادراكي انه هو الجسد الصغير ده ما يدركش وما يوعيش الحاجة، ده فيه جواه علم بقى، وجواه فهم بقى، وجواه ادراك بقى، وجواه رسالة بقى لازم يأديها، وجواه حاجات كتيرة قوي انا مش واخد بالي منها، وانا ببص له بالهيئة الظاهرية دي، ولكن انا ما اعرفش ماذا احتوى هذا الداخل بتاع هذا المخلوق. فعشان كده مهم جدا ان انت تقرا القرآن. ليه؟ لان القرآن بيديك على طول حاجات فوق الادراك البشري. يعني القرآن هو فيه معرفة كبيرة اكبر من كل ادراك انت ممكن تدركه في حياتك. فيجي ربنا يجيب لك سورة سيدنا عيسى، انه هذا الطفل الرضيع الجسد الصغير اللي يقولوا له ازاي يعني ده يكلمنا، ازاي ده يكلمنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه من ولا شيء، وزي ما خلق سيدنا آدم من ولا شيء، وخلق هذه الأجساد من ولا شيء، وحط فيها سبحان الله من روحه ومن علمه علشان يفهمنا ربنا سبحانه وتعالى إنه كل ما جالكوا علم وكل ما جالكوا إدراك هو بالنسبة لعلم ربنا ولا شيء، هو بالنسبة لإدراك ربنا ولا شيء. إنه أنتوا كل الأرض بكل اللي عليها، بكل اللي بيعتقدوا إنهم عندهم علوم، بكل اللي بيعتقدوا ما فكروش وركزوا في كلام ربنا لما قال لهم لما حط لهم في القرآن انه طفل صغير رد وقال انا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني انا ليا رسالة في الارض دي وانا عارف انا جاية اعمل ايه، ولكن للأسف احنا بناخد الولاد احنا نزرع لهم هم المفروض يكونوا ازاي، واحنا نزرع في اجسامهم ازاي هم المفروض شكلهم يكون، وهم اللي كذا، فنخرب عليهم نهجهم في الحياة. فإذا هنرجع تاني لقصة الأجساد. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأجساد مختلفة اختلاف كبير جدا جدا. أو الأجساد بتنقسم لأجساد نورانية. أول حاجة خلينا نمسكها ربنا سبحانه وتعالى الأول. خلينا نشوف ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل شيء، في كل شيء، شفته او ما شفتوش، ادركته او ما ادركتوش. ربنا فوق الزمان وفوق المكان وفوق الفكر وفوق الادراك وفوق الشكل فوق كل ما تتخيل انه هو ممكن يكون. عرفته ازاي؟ فوق وتحت وبين وكل حاجة ممكن ان انت سبحان الله تيجي على بالك. فربنا سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو كل شيء، وما فيش شيء الا ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش شيء في الكون الا ربنا سبحانه وتعالى. لازم نفهم كده، ودي بعدين هنفهمها في مشوار رحلتنا يعني. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات اللي هي نورانية. دي نورانية يعني ايه؟ اللي هم الملائكة.
نورانية يعني ايه؟ يعني مخلوقات مش مجسدة في جسد ترابي زينا احنا مجسدين في جسد ترابي، ولكن التراب ده مش حقيقتنا، التراب ده مش حقيقتنا، احنا حقيقتنا حاجة تانية. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يخلق مخلوقات اللي هم الملائكة، مخلوقات نورانية ملهمش أجساد، ولكن ممكن بيتصوروا في أجساد، زي ما حصل مع سيدنا لوط عليه السلام لما دخلوا عليه وقالوا له ان احنا جايين علشان الناس بتوعك عملوا وبيعملوا الموبقات وبيعملوا كذا وكذا، وان احنا في امر من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يدمر الارض دي اللي هي قوم سدوم دول وكل الكلام ده. فاذا الملائكه هي مخلوقات نورانيه، احنا اعلى، هم اعلى من التردد بتاعنا. يعني احنا لينا تردد، درجه تردد معين، وفي درجه تردد اقل وفي درجه تردد اعلى. هم مخلوقات لا ترى بالعين المجرده، يعني انت عينك ما تشوفهمش الا لو ربنا اذن ليك انك تشوفهم، او الا اذا ربنا سبحانه وتعالى اذن ليهم انهم يظهروا قدامك، وهيظهروا قدامك بالشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى قسم ان هم يطلعوا بيه قدامك. فزي ما حصل مع سيدنا محمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا جبريل ليه جناحات كبيرة جدا وكتيرة جدا في السماء، وحاجة جسد عظيم جدا، ملكوت كبير، يعني حاجة كده مالية الملكوت، مالية السماء والأرض سيدنا جبريل. عرفتوا ازاي؟ فيجي ربنا يقول لك انه انا ليهم هيئات نورانيه، ممكن يجوا في اجساد بشريه، ممكن يجوا في هيئتهم الحقيقيه، فهم كائنات متحوله ومتحوره قادره اجسادهم على الاختراق. يعني اجسادهم عندها القابليه انها تخترق اي شيء. يعني ايه؟ يعني ممكن الانسان يكون بيحتضر وبيموت، يجي ملك الموت عنده عشان يقبض روحه، فاللي يشوفوا المتوفي وما يشوفوش الناس اللي حواليه. عرفتوا ازاي؟ ويشوفوا ممكن، يعني احنا بالنسبه لنا يكون في اللهم دخلوا منين، طب انت شايفه، طب مش عارفه ايه، انت ما تشوفش وما تدركش، ولكن هم اعلى واكبر كتير من ادراكنا ووعينا، وهم ليهم اجساد قادره على اختراق الاشياء. فبسهوله ممكن في ثانيه تلاقي ملاك قدامك، عرفت؟ في ثانيه ممكن تلاقيه واخدك وموديك مكان تاني. عرفت ازاي؟ زي ما حصل مثلا مع سيدنا محمد لما اتنقل في رحله الاسراء والمعراج. ففي حاجات اكبر كتير من ادراكاتنا. فالاجساد النورانيه دي ايه يا جماعه؟ الاجساد النورانيه مش بتفنى، يعني مش محطوط عليها القوانين الارضيه بتاعتنا دي اللي هي سبحان الله الحياه والموت والكلام ده كله، لا، ولكن هي مخلوقات ابديه ما دامت السماوات والارض لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن. عرفتوا ازاي؟ والمخلوقات دي الاجساد النورانيه دي هي كل دورها انها تساعد البشر، دورها الاساسي ربنا خلقها انها تساعد البشر في كل شيء. فهم موجودين حواليك، بيسجلوا لك اللي انت عملته، بيساعدوك ان انت ما تعملش مش عارفه ايه، بيقعدوا يتكلموا معاك عشان خاطر انت سبحان الله ما تعملش الحاجه الوحشه دي، تعمل الحاجه دي، بيحاولوا يساعدوك على قد ما بيقدروا عشان يأدوا رسالتهم معاك في هذه التجربه اللي انت نازلها اللي هي تجربه الارض. وبتنتهي التجربه معاهم وبينتقلوا معاك في مرحله تانية بقى اللي هي مرحله الانتقال اللي هي ما بعد الموت. نيجي بعد كده للاجساد اللي هم بعديهم شويه، اللي هم الاجساد مين؟ الاجساد الناريه اللي هم ربنا سبحانه وتعالى خلق منهم الجن والشياطين. خلقهم من ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ خلقهم من نار السموم. نار السموم دي هي ايه يا جماعه؟ هي عارفين شعلة النار بيبقى في طرف شعلة النار كده جزء لونه ازرق كده، بيبي بلو خفيف قوي كده. هم مصنوعين من هذه الماده، وهم ليهم اجساد زينا بالظبط برضو، هم ليهم اجساد زينا بالظبط، وبياخدوا اشكال، ممكن سبحان الله اجسادهم تكون اشكال بشر، ممكن تكون اشكال حيوانات، ممكن تكون انت ماشي مثلا تشوفه شخص فقير ومش عارفه ايه وكذا جاي لك. وكذلك الملائكه نفس الوضع، ممكن يجي لك شخص فقير يطلب منك المساعده وكلام زي كده عشان تديله وعشان يدعي لك وكلام ده، فتكون في مرتبه قريبه من ربنا سبحانه وتعالى. فالاجساد الناريه دي ايه مشكله الاجساد الناريه دي؟ الاجساد الناريه هي عبارة عن طاقة شديدة جدا، وعندها قدرة على اختراق الأشياء، ولكن لما بتخترق الشيء لتدميره. تخيل النار تكون والعة في شيء، دورها ازاي بيكون النار؟ انها بتولع في حتة صغننة كده، وبعد ما تولع في حتة صغننة تتوسع وتكبر تبقى كتير. عرفتوا ازاي؟ وكذلك
الجن والشياطين. لما الانسان سبحان الله يعني يتسلط عليه جن او شيطان او جسد ناري، اللي بيحصل انه بيبدأ معاه صغنن، وبعد كده يبدأ يكبر ويكبر ويكبر لغاية لما يحتوي هذا الإنسان، أو لغاية لما يخلي الإنسان ده خلاص في ضلال، والإنسان يهلك بسبب الشيطان اللي اتقارن بيه، لأنه ما عندوش ذكر ربنا، ما عندوش صيام لربنا، ما عندوش سجود لربنا، ما عندوش كل الكلام ده. فإذا الأجساد النارية ممكن تاخد اشكال، اللي هم الجن والشياطين ياخدوا اشكال، ولكن هم زي الملائكه بالظبط، هم مش ملزومين بالقانون الفناء اللي هو زينا احنا. عشان كده جه ابليس قال لربنا سبحانه وتعالى يا رب خليني لغايه يوم يبعثون، خليني انا مستني لغايه لما تجمعهم كلهم. عرفت ازاي؟ فربنا قال له خلاص ماشي خليك. فهم بيعيشوا وعايشين معانا وبيتكاثروا وكل الكلام ده. عرفت ازاي؟ كده احنا ما بنشوفهمش، ولكن هم يعني اعمارهم طويله 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 جدا. عرفتوا ازاي؟ امتى المخلوقات الناريه دي تموت؟ لما بتتجسد في الهيئه البشريه، لما تتجسد في الهيئه البشريه وفي انسان يعرف ان هو ده شيطان او يعرف ان هو ده جن ويفهمه ويحاول يأذيه، ممكن يموت. ليه؟ لانه حط نفسه تحت القانون الارضي اللي هو قانون الفناء بتاعنا احنا. ده لما بنتحط في الجسد ده يعني معنى كده ان لنا عمر محدد، ومن العمر ده بنموت، وبعد العمر دوت بنفضل احنا زي ما احنا، ولكن اللي بيفنى هو الجسد. طيب نيجي بعد كده للمرحلة اللي بعدها، اللي هي مرحلة ايه؟ اللي هي مرحلة الاجساد المائية. احنا بشر مصنوعين من الاجساد المائية، الاجساد الترابية، الاجساد النورية، الاجساد الهوائية، الاجساد سبحان الله اللي هي النورانية، النارية، النباتية، المائية، والهوائية. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فاحنا مكونين من هذا الخليط ده كله 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 كله. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يكلمك على الاجساد المائيه. هي احنا كل شيء مخلوق من ميه، كل شيء شفته او ما شفتوش، عرفته او ما عرفتوش. ربنا سبحانه وتعالى قال وخلقنا من الماء كل شيء حي، يعني اي شيء فيه حياه وفيه روح هو من الميه، هو من الميه اساسا، مصنوع من الميه. ماهيه الميه دي ايه؟ شكل الميه دي ايه؟ ممكن تكون ميه زي اللي احنا بنشوفها في البحار والانهار، ولكن في مخلوقات تانية ممكن تكون معموله بنوع من انواع الميه احنا ما نعرفوش. فمش كل اللي احنا بنشوفه هو ده الحقيقي وهو ده اللي المفروض بيكون. في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. يعني مثلا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وخلق من الماء كل شيء حي، تفكر كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وخلقنا الجن من نار السموم، فما هو ربنا قال والجان من نار، فازاي نار مع ميه تخلق جان؟ ازاي دي تيجي؟ دي حاجه يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ازاي ميه مع نور تخلق ملائكه؟ دي ربنا برضو يعرفها سبحانه وتعالى. ولكن لما ربنا يجي يتكلم ويقول ان خلق من كل شيء حي سبحان الله ماء، فده معناه انه كل شيء في ادراك وفي وعي، هو اساس تكوينه الميه. شكل الميه دي ايه؟ نوع الميه دي ايه؟ مالحه، عذبه، في بخار؟ ما نعرفش، ولكن نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وبيعمل حاجات فوق ادراكاتنا احنا كبشر. نيجي بعد كده للاجساد اللي هي الحيوانيه. الاجساد الحيوانيه بيكون فيها ايه؟ بيكون عباره عن زي الاجساد اللي احنا بنشوفها دي، اللي هي مثلا القطه، الفار، الكلب، الجمل. كل الاجساد اللي ربنا خلقها ممنوع على اي انسان يقرب منها الا سبحان الله باذن وباحسان. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي داخلين على عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين وكل المسلمين بخير وصحه وسعاده. كويس؟ في عيد الاضحى بتحصل مجازر. يعني ايه مجازر؟ يعني هم بيتخيلوا ان هم كده بيتقربوا من ربنا سبحانه وتعالى، فيمسكوا الاضاحي وهوب هوب 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 هوب, هوب فيعملوا ايه؟ يسرفوا في الذبح. فربنا سبحانه وتعالى قال لا تسرفوا في الذبح او لا تسرفوا في القتل. يعني انت لما تكون عايز تضحي او كذا او كذا، حاول ان انت تضحي على قد ما تقدر وبامكانياتك وبكل اللي ربنا موفره لك، وتدعي ربنا انه يتقبله منك بتقوى. مش انا بذبح مظاهر ومناظر وعشان خاطر فلان يقول عليا انا عندي فلوس. ده اسراف في الذبح، وربنا بيحاسب عليه. ليه؟ لان انت ازهقت روح عشان الناس تقول عليك.
مش علشان مرضات ربنا سبحانه وتعالى. لازم ننتبه جدا من النقطة دي. لما جه ربنا سبحانه وتعالى حذر قوم سيدنا صالح من ذبح الناقة، وهي ناقة يعني ليه يعني ربنا يعذب ناس بسبب جمل؟ يعني ليه تفكر كده؟ يعني ما هو مخلوق عادي، يعني ده جمل، يعني الناس تفكر كده. ولكن الجمل ده ليه روح وليه حياة وليه ميلاد وليه وفاة وليه سجل أعمال وليه وعي وليه إدراك وليه طريقة يمشي بها وليه كون تاني وعالم آخر أنت لا تعلمه يا أيها الإنسان. فأنت ليه بتتجنى على المخلوقات الأخرى؟ ليه أنت بتروح يعني أنت متخيل أن ده حاجة طبيعية وحاجة عادية؟ لا، مش طبيعية وعادية، وأنذرك منها ربنا قبل كده وقال لك خلي بالك أنت ليك وهو ليه. ما تصرفش يعني ايه؟ ما تصرفش يعني ايه؟ انا مش تتخيل ان انت عايز ايه سبحان الله. يعني تذبح علشان خاطر تقرب من ربنا وعلشان خاطر مش عارفه ايه وايه، وانت جوه نيتك اساسا عشان خاطر تتفشخر قدام الناس وعشان خاطر ما تعملش كده. ما تعملش كده وما تقتلش حاجه الا بالحق. يعني ايه بالحق؟ يعني انا لما بقدم الشيء او بقدم القربان لربنا سبحانه وتعالى انا بقدمه بنيه مخلصه تماما لربنا سبحانه وتعالى، لان انا عايزه اعمل كده. عرفتوا ازاي؟ لربنا سبحانه وتعالى. فالاسراف في القتل اللي احنا بنشوفه ده في الاضاحي، ويبداوا يذبحوا قدام الاضحيه بدون مراعاه لشعور الاضحيه ولا مراعاه سبحان الله لسنن الذبح، وكل الكلام ده غلط. من سبحان الله من تقريبا شهرين كده كنت معديه من قدام جزار كان ذابح ذبيحه، والذبيحه مش قاطع الوريد، مش قاطع الوريد يا جماعه. تخيلوا بقى، مش قاطعها ومش ذابحها كويس، وعمال الخروف يعمل كده بايده ويعمل من كتر الالم. تخيلوا ازاي. ورحت له قلت له وبعدين جايب خرطوم الميه، تخيل، وحاطط الخرطوم عشان ينزل الدم من على رقبته عشان يموت، والتاني بيتقل. يعني تخيل انت عندك جرح وسبحان الله الجرح دوت بتجيب عليه ميه، بتحس بايه؟ وتخيل ده حيوان انت بتذبحه. يعني شوفوا قد ايه الانسان بيكون عنده جحود للنعمه اللي ربنا مديها له. يا جماعه ما ينفعش كده. فجرح وتحط ايدك تحت الميه بتحس بايه؟ بتحس مش قادر. فتخيل حيوان بيتذبح وبتزهق روحه وبيموت عشانك انت، عشان انت تاكل وعشان انت تعيش وعشان انت تكون كويس، وفي الاخر وهو بيتذبح انت لا عارف تذبحه كويس ولا عارف تنهي له حياته بالطريقه الصحيحه اللي ربنا قال له عليه، ولا عارف تحمي الاخرين انهم يشوفوا هذا المنظر، ومتخيل انهم ما بيدركوش. وعشان كده انا بقول لكم كل جسد بيدرك وبيسجل كل شيء علينا. لازم نفهم كده، لازم نفهم كده يا جماعه. ما تعتقد انه هو ما بيحسش او ما بيشوفش فانا اتجاوز معاه، دي مشكله كبيره مهما كان. عشان كده لفتره طويله كانوا الانبياء والرسل ساعات يعني ايه يعني بيذبحوا يعني للضروره القصوى. ما كانوش يعني سبحان الله يحبوا انهم يتعدوا الحدود مع المخلوقات الاخرى، لانهم عارفين ان المخلوقات دي ربنا مسخرها ليهم مش عشان خاطر يسرفوا في الذبح ويسرفوا في المش عارفه ايه ويبقوا ما عندهمش رحمه بهذه المخلوقات. فمهم جدا نفهم ان الاجساد الحيوانيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا علشان خاطر ناكلها وعلشان خاطر نتمتع بيها وعلشان خاطر نحسن اليها وعلشان خاطر ما نسرفش في الذبح فيها وان احنا نعمل الحاجات اللي احنا بنعملها دي. فمهم ان احنا لما نشوف حد بيذبح او كذا او كذا لازم نفهمه انه اذبح بعيد عن الباقي، خد لك ساتر. مش لازم انسان، تخيل انت ماشي وشايف واحد بيقتل واحد مثلا، هيكون شعورك ايه؟ كذلك الحيوان اللي احنا بنعتقد انه ما بيحسش، بيحس زينا وبيتألم زينا وبيخاف زينا وكل حاجة زينا. عرفتوا ازاي؟ طيب نيجي بعد كده للجسد البشري او جسد البشر. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الجسد في القرآن الكريم قال لنا ايه؟ قال لنا في فرق كبير بين الجسد وفي فرق كبير بين البدن وفي فرق كبير بين الجسم. ايه الفرق؟ ما كل واحد، انا جسد وجسم وبدن، ايه المشكلة؟ يعني مش فاهم ايه المشكلة. فيجي ربنا يقول لك لا تعالى ده في فرق كبير قوي 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 قوي. فيجي ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك البدن اللي هو الحيوان اللي انت بتقدمه ليه شعائر، ماشي، في الحج او انت عايز تضحي باضحيه او كذا وكذا. يعني ايه بدن؟ يعني جسد شيء او حاجه مليان وهو اقرب شويه للحيوان، يعني هو اقرب شويه للجسد الحيواني. عرفتوا ازاي؟ فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه في القرآن على فرعون؟ يقول له والآن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عرفتوا ازاي؟
فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ليه بيقول على فرعون ببدن؟ ليه ما قالش بجسمك؟ ليه ما قالش بجسدك؟ ليه قال ببدنك؟ لانه الانسان لما يعمل معاصي كتير في الدنيا دي يا جماعة بيبقى هو اقرب للحيوان اكتر منه للانسان. ايه الفرق بين الحيوان والانسان؟ الحيوان ما عندوش ادراك، ما عندوش وعي، الغريزة هي اللي بتكون ايه مسيطرة عليه اكتر. بيكون وقت مثلا ما يكون عايز يقتل الحيوان بيقتل، وقت ما يكون عايز يعمل جنس مثلا يقف في الشارع ويعمل عادي حيوان. عرفت ازاي؟ فيكون عن المرتبة بتاعته لا ترتقي لمرتبة الإنسان اللي ربنا خلقه اللي هو عنده وعي وإدراك. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على فرعون ويقول له الآن ننجيك ببدنك. يعني هو حطه في مرتبة إيه؟ هو حطه في مرتبة الإنسان وبالبشر، ولا حطه في مرتبة أقل؟ ده حطه في مرتبة أقل جدا. ليه جدا؟ لأنه هو قتل وسفك الدماء واستباح النساء وعمل بلاوي سودة في ناسه وفي أهله وسخر العباد وعمل حاجات وحشة كتير. فهو ما ارتقاش لمقام الإنسان اللي فيه الرحمة وفي العفو وفي التسامح وفي الحب وفي المساعدة ما ارتقاش لهذا المكان. فربنا سبحانه وتعالى لما جه قال له انه نجيك ببدنك اليوم، البدن هو الشيء المكتظ. المكتظ يعني المليان بشيء، المليان بالغريزة، المليان بالجحود، المليان بالكبر، المليان لما يجي يقول لك نجيناك ببدنك ما قالوش جسمك ولا قالوش جسدك. ليه؟ لانه هو ما كانش كويس، ما كانش كويس. عشان ربنا يحطه لنا مثال انه البشر يا اما بيكونوا اجساد، يا اما بيكونوا اجسام، يا اما بيكونوا ابدان زي ده كده، يعملوا يتدنوا بنفسهم للمكانه مش كويسه ابدا. ويكون ايه للناس بعد كده ان كل واحد يستخدم هذا الجسد في حاجه تاذي الاخر، في حاجه تدمر الاخر. فهو في مرتبه اقل كتير من مرتبه البشر، فهو مش من البشر، هو مش من البشر. وعشان هو مش من البشر مات موتة مش كويسة خالص. كمان يعني كمان زاد عليه ان ربنا سبحانه وتعالى قدر له ان هو يموت موتة بشعة. فنيجي بعد كده سبحان الله نشوف ربنا سبحانه وتعالى كلمنا تاني على الجسد. قال ايه على الجسد؟ قال انه لما كان سيدنا موسى راح على ميقات ربنا سبحانه وتعالى وجه السامرية عمل ايه؟ عمل لهم جسد له خوار. يعني ايه جسد له؟ يعني هيئة، يعني شكل عجل كده. عرفتوا ازاي؟ فالجسد، فلما يجي ربنا يكلمنا على الجسد في ناس تشوفها تعجبك اجسادهم يعني شكلهم الظاهري، يعني بيبقى شكله حلو كده ملمع سبحان الله بيتكلم كلام حلو وكذا، ولكن تيجي تبص لجسمه، تبص لطريقه تصرفاته ولا طريقه معاملاته، هو اللي ربنا ألد الخصام. يعني تلاقيه دايما يتكلم في اعراض الناس، ودايما مش عارفه ايه، ودايما مؤذي، ودايما مش عارفه. فلما يكون الانسان فجسد يعني ما فيهوش روح، يعني جسد ما فيهوش روح. ليه؟ لان الروح هي اللي بتهذب الانسان، هي اللي بتعلم الانسان سبحان الله عباده ربنا، هي اللي بترشده على ربنا، هي اللي بتحاول على قد ما تقدر انها تكون سبحان الله يعني تقدم الخير للغير. فبيكون جسد نافع للناس، ولكن جسم نافع للناس، ولكن الجسد هو اللي ما بينفعش الناس. وللاسف كتير من البشر هم اجساد خاويه، لا الروح فيه، ما فيهمش روح ولا ما فيهمش اللي هي سبحان الله ادراك ووعي لحقيقه هذا الجسد. طيب يجي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن النقطه الثانيه اللي هي الجسم بقى، اللي هو كمال الجسم الانساني الحلو اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزنا زيه. اللي هو زي مين؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على طالوت، قال ايه؟ ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يصطفي عبد، هيصطفيه ازاي؟ هيصطفي في جسمه وهيصطفي في علمه. وربنا ودول الحاجتين اللي بيميزوا الانسان سبحان الله عن باقي المخلوقات، انه الانسان يكون له جسم بيستخدمه لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وان يكون له علم ينقله بياخده من ربنا سبحانه وتعالى ينقله للبشر، فيكون انسان مفيد في هذه الارض وزي النبته الصالحه سبحان الله. فان فنى الجسد فستيل العلم موجود بتاعه. يعني انت ان مات الجسد او ان الجسد جرى له حاجه وكذا، ولكن يظل علم هذا الانسان متوارث وموجود لانه هو عمل شيء سبحان الله خير لربنا سبحانه وتعالى. فجي ربنا سبحانه وتعالى كلمك على الجسم، قال لك خد مثال الجسم سيدنا طالوت. فالناس
يعتقدوا انه ايه، انه لازم الانسان يكون عنده مال، لازم الانسان يكون عنده منصب، لازم الانسان يكون شكله مش عارف. والغريبه ان ربنا سبحانه وتعالى في الاغلب لما بيختار عباده اللي هم بيوصلوا رسالته بيكونوا ابعد تماما عن هذا، ابعد تماما عن المال، عن المنصب، عن الجاه، عن كل الحاجات الدنيويه اللي الانسان بيجري عليها. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فيجي ربنا سبحانه وتعالى لما بيختار العبد، بيختار العبد يكون عنده بسطه في الجسد، انه يكون عنده قوه جسديه يتحمل مشق الرساله او مشق الدعوه او مشق سبحان الله الرساله اللي ربنا بعتها بيه للبشر، ويكون عنده علم من ربنا سبحانه وتعالى. فمش الفلوس مش مقياس على ان الجسد ده صالح ولا الجسد ده كويس ولا الجسد ده الفلوس دي ادنى انواع الرزق، ادنى انواع الرزق. ولكن اقوى انواع الرزق ان ربنا يديك علم وتستخدم الجسد اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه فيك عشان تنقل هذا العلم لغيرك. فاذا ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن الجسد وكلمنا عن البدن وكلمنا عن الجسم، وقال لك ان الجسد قال لك الجسم بتاع الانسان ده خلي بالك، ما هو انت مش بتكبر كبير، مش بتتولد كبير كده، ده انت ليك مراحل بقى. واوعى تفتكر ان المراحل اللي انت بتمر بيها بجسدك دي بتكون مرحله من بعد ما بتتولد وبتمشي وتحبي، لا، ده في مراحل قبل كمان، ده في مراحل قبل سبحان الله ما تخلق على هذه الارض بتتكون. فيقول لك اول ما بتتكون انت سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقك من سلاله من طين، يعني انت اساس تكوينك هي الارض اللي انت ماشي عليها، اللي انت بتأذي فيها برضه، واللي بتاخد مصلحها سبحان الله محصولها تفسده، واللي انت بتقتل الحيوانات فيه، واللي انت بتشوف الشر مالي فيه وما بتزرعش فيها الخير. وزي ما قالت له الملائكه سبحان الله تجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. فاذا ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تتوجد انت في هذا الجسد في كان جسد قبل كده. احنا مراحل الجسد بتاعنا ده بيمر بمراحل مراحل 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 لغايه المرحله النهائيه اللي هي ما يفنى فيها الجسد وتطلع هذه النفس لربنا سبحانه وتعالى والروح عشان تشوف قدمت ايه في هذه الحياه. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا ده انت متكون من قبل، انت اصلا من قبل ما تتكون بقى في الرحم، ومن قبل انت موجود في القرآن الكريم من زمان، انت موجود، انت هتعمل ايه وهتسوي ايه وكل الكلام ده مذكور مكتوب، انت من اني قوم طالع، ومكتوب السلالة بتاعتك ازاي، وعيوب السلالة بتاعتك ايه، وان السلالة بتاعتك ديت ازاي تصلح حالها، كل الكلام ده مكتوب في القرآن. وهنمشي بس بخطوات كده لغايه لما نبدا نوصل نعرف احنا اصولنا ايه وجذورنا ايه وعيوبنا ايه ومميزاتنا ايه ونصلح ازاي وكل الكلام ده باذن ربنا يا رب. فاذا ربنا بيقول لك انه في القران انت مكتوب كل ده، مكتوب انت من سلاله مين ومكتوب كل، وبعدين بقى ما اتعملت من الطين وكل الكلام ده اللي هو اتهيأت بقى في الجسد ده، اتهيأت بقى، انت كنت الاول في كتاب، انت كنت الاول في كتاب، خلقك كله كان موجود في هذا الكتاب، وبعدين بدأ الكتاب ده يطلع للنور في هيئة الجسد الأولاني اللي هو جسد سيدنا آدم، اللي هو الجسد اللي من بعده هيتخلق كل الناس اللي موجودين في الكتاب ده العظيم ده اللي هو القرآن الكريم. فيجي ربنا يقول لك انت بدايتك ما كانت سلالة من طين، انت من الأول انت مخلوق من طين كويس، وبعدين كنت محفوظ جوه قرار مكين، يعني كنت محفوظ جوه جسد تاني او جوه شيء تاني. يعني شوف عشان ربنا يقول لك انت محفوظ 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 من جوه ومحفوظ من بره، وانا بحميك على قد ما اقدر، وانت ملزوم تحمي هذا الجسد بقى كمان، دي مسؤوليتك زي ما قلت لكم. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت كنت محفوظ في قرار مكين، وكنت نطفه وبعد كده اتقلبت علقه وبعد كده بقيت مضغه وبعد كده بقيت عظام وبعد كده اتخلقت ومش في اتخلق وفي ما اتخلقش، وبعد كده نزلت لهذه الحياه عشان تكون خلق جديد، عشان تكون شيء تاني خالص غير اللي فات. ولكن هل اللي فات ما فيهوش وعي وادراك؟ فيه وعي وادراك وفيه سجلات وفي كل اللي انت المفروض هتعمله في هذه الحياه. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هتتخلق وانت صغير كده، فيجيب لك اول في القران اول ما اتخلق اللي هو الطفل الصغير الحمل، يقول لك الحمل، فيجيب لك سيره ستنا مريم لما حملت في سيدنا عيسى، ويجيب لك سيره ستنا ام مريم لما حملت في سيدتنا مريم، ويجيب لك قصه سيدنا زكريا ومراته، ويجيب لك قصه سيدنا ابراهيم ومراته والحمل وكذا، وانه ازاي هم كانوا بيدعوا ربنا انه يتوجد ليهم اولاد وكل الكلام ده، واولاد صالحين عابدين لربنا سبحانه وتعالى. فاذا اللي بيحصل كالتالي،
ان انت بتكون في مرحله قبل تجسدك في الارض، وبعدين بتتجسد في الارض في الهيئه الجسديه دي اللي احنا فيها، كويس. وبعد كده بتبقى طفل، وبعد كده بتبقى شاب، وبعد كده بتبقى اكبر شويه كهل، وبعد كده بيفنى الجسد وتنتقل لمرحله اخرى، لخلق جديد تاني خالص. عرفتوا ازاي؟ فاحنا ما بنموتش، احنا البشر ما بنموتش. والمشكله انه اكتر الحاجات اللي بيلعبوا عليها الناس هي تخويف الناس من الموت. وده مش حقيقي. الموت ما بيخوفش، الموت بالعكس، الموت منتهى السعاده ومنتهى الراحه، لانه ما فيش عقل وما فيش فكر، ما فيش ادراك، ما فيهوش عقل وفكر وخوف. عرفتوا ازاي؟ لو انت طلعت من هنا من هذه الارض مش خايف. فاذا بعد ما بتمر بالمراحل دي، في كل مرحله منها انت ملزوم ان انت تحافظ على جسدك، سواء كنت طفل تحافظ على جسدك، سواء كنت شاب. وبعدين يجي بعد كده المرحله اللي هي اختلاط الاجساد. الاختلاط الاجساد دي يعني ايه؟ يعني لما انا اقرر ان انا اختلط بجسد اخر غير جسدي، وده بيحصل في جواز اللي مشرعه ربنا. لما انا بختلط بجسد غير جسدي بموافقة ربنا وبعقد شرعي من ربنا سبحانه وتعالى، فأنا بعمل إيه؟ بحط زي حماية كده، زي كده حماية أنا مش شايفها، ولكن هي منظورة للكائنات الأخرى اللي أنا مش شايفها، حماية عليا وعلى هذا الجسد الآخر اللي أنا قررت إن أنا ارتبط بيه، وعلى الجسد الأجساد الآخرين اللي أنا هجيبهم من بعدي، اللي هم أولادي وذريتي وكل الكلام ده. فأكون كلنا كده 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 في زي حفظ وحماية لربنا من ربنا سبحانه وتعالى. فلينا ولاجسادنا والاجساد ذريتنا، ويفضلوا هكذا الاولاد على طول يدعوا ربنا ان ربنا يجعل في ذريتهم الصلاح وكذا وكذا، وانهم يتجوزوا بالصلاح. امتى الغطاء ده يتشال؟ امتى الغطاء ده بيتشال؟ الحفظ ده بيتشال من على الجسدين لما واحد فيهم يخون، لما واحد فيهم يخون الامانه، لما واحد فيهم ما يديش حق التاني، لما واحد فيهم ياكل حق التاني، لما واحد فيهم يشوف يستنزف التاني، يكون عنده زي ما بنقول كده ايه، الغريزة الشهوانية اكبر من غريزة الانسانية اللي هو انه يعطي ويسامح ويعفو وكل الكلام ده. فمثلا تلاقوا زوج عايز اغلب الوقت يقيم علاقه جنسيه مع مراته، تعبانه مش تعبانه، عندها ظروف ما عندهاش ظروف، مش مشكلته. فهو في عقله بيعتقد انه ده حق، ولكن منتهى الجحود ان انت تشوف الشريك اللي معاك متألم او تعبان او مش قادر، وانت عايز اللي نفسك فيه، انت عايز اللي نفسك فيه، انت عايز اللي نفسك فيه. فده اقرب للشهوانيه الحيوانيه. يعني ايه؟ يعني انت كمان ما ارتقش، انت ليك احتياجات وكل حاجه، بس ربنا خلق لنا العقل وخلق لنا كبح، لازم نكبح الشهوات بتاعتنا شويه. والمشكله بقى هتلاقوها فين؟ هتلاقوا الراجل الشديد الشهوه واخد واحده منتهى البرود، واللي شديده الشهوه بتاخد واحد منتهى البرود، عشان ربنا يعلم الانسان التوازن. وتوازن، خد حقك بالتوازن، بلاش تكون كتير عايز 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 عايز. اتعلم ان انت تتوازن في الاخذ، تتوازن، وهو ده الهدف من وجودنا، ان احنا نتوازن في هذه الارض. فيجي الانسان زي ما قلت لكم يختلط الجسد باجساد اخرى. ممكن شخص يختلط اجساده باجساد اخرى عن طريق العلاقات الجنسيه الغير مشروعه، او العلاقات الجنسيه اللي هي متعدده، او الزنا، او الزنا المتعدد، او كل الكلام. فهو بيعمل ايه في جسمه؟ هو بيشفر جسمه كده بكميه طاقه مش كويسه هتفضل معاه لغايه لما يسترجع لربنا سبحانه وتعالى. فهو جسمه بالنسبه لربنا يعني جسمه متغطي. ليه متغطي؟ لان هو اختار ان هو يتلف الجسد اللي ربنا اداهوله ده. ازاي يتلف الجسد ده؟ ان هو يدخل في هذا الجسد مخلوق اخر ما بيصحلوش، ان هو بيدخل في جسده شخص اخر ما بيحللوش وما اخدش موافقة ربنا عليه. عرفتوا ازاي يا جماعة؟ فاذا مهم جدا ان الجسد بتاعنا لازم نعرف نحافظ عليه كويس، لازم نعرف بندخل في اجسادنا ايه، سواء اكل، سواء شرب، سواء اشخاص، سواء علاقات، كل الحاجات دي. فيجي شخص مثلا تلاقيه مثلا ايه يا جماعة، عنده جسده يحب كتير الاكل، يعني طول الوقت عايز ياكل ويشرب ويروح ويعمل ومش عارفه، وما يقدرش يعمل كنترول. فيجي بعد كده تجيله تخمه، يجيله جلطات في الشرايين، يجيله بلاوي سودا، ويجي ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك لا صوم، لا صوم، اعمل صيانه لجسمك، لا صوم واعمل اعمل رياضه، لا انت اشرب ميه كتير، لا اعمل كذا، لا ما يرضاش يعمل الكلام ده كله، وايش مسبكات، وايش مش عارفه محاشي،
واشيهات ويعملوا الوجبات السندوتش كوبري كده كله مقلي، ما كل ده بيعمل جلطات في الدم ويخليك لا قادر تقيم علاقه جنسيه سليمه، ولا عارف تركز في شغلك، ولا عارف تقوم تعمل عباداتك، وطول النهار موخم وتعبان. فانت كده عملت ايه في جسدك اللي ربنا اداهولك؟ ده انت هلكته، ده انت هلكته. فيجي شخص مثلا شديد الشهوه للاكل، فطول ما هو قاعد دب 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 دب، اي حد دب 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 وياكل ويحط في هذا الجسد. عرفتوا ازاي؟ فيحصل زي ما قلت لكم كده، لازم يكون في ردود افعال. فيجي ربنا يقول لنا صوموا، يقول لنا صوموا، يقول لنا مش عارفه ايه، يقول لنا صلوا، حركوا الجسم، قوموا الفجر، قوموا مش عارفه ايه، اتمشوا للجوامع، عشان حركه، عشان هذا الجسم لازم على طول في حركه ولازم يتحرك. يجي بعض الاشخاص عندهم مشكله تانية، مشكلتهم ايه؟ انهم كتير متعلقين مثلا بالشغل، فيهلك جسمه في الشغل، يهلك جسمه في الشغل، يقعد 20 ساعه يشتغل، 18 ساعه يشتغل، مخه تركت 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 طول الوقت. وبالليل يفضل يشغل بقى سبحان الله، يعمل شغل على الانترنت، فما فيش راحه لهذا الجسد. ده كل ده يا جماعه اللي احنا بنقول عليه بغي. البغي انك تبغي على نفسك، تبغي على نفسك يعني تهلك نفسك وتقصف عمرك بدري، تقصف عمرك بدري، لان كل شيء انت بتعمله بتدمر فيه هذا الجسد. فده انت بتدي اشاره للجسد ان انا مش عايزك، انا ما بحبكش، انا خلاص عايز اخلص منك. عرفتوا ازاي؟ في بعض الاجساد غير بعض الاجساد مثلا عندها شهوه كبيره للانجاب، فتلاقي الست تخلف بدل العيل 2 و3 و4 و5، وبعدين لا تقدر تربي ولا تقدر تشيل ولا تقدر تراعي ولا تقدر تعمل وتقول لك مش مشكله، وهو التاني يتعب وهلك هلك 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 لانفسنا. وده برضو بغي، ده برضو نوع من انواع البغي على الجسد، ان انت ما تعرفيش قدرات جسدك ايه وتحملي جسدك فوق طاقتها. فهمتوا ازاي يا جماعه؟ وفي بعض الاشخاص العكس تماما، يعملوا ايه؟ ياكلوا صحي ويعملوا رياضه، بس بالاكستريم بقى خالص، طول النهار رياضه، طول النهار اكل صحي، طول النهار وسوسه، طول النهار مش عارفه ايه، لا ده انا زدت نص كيلو، لا ده انا زدت نص كيلو، لا ده انا عملت مش عارفه، لا. فيبقى الانسان مش متوازن، ما عندوش توازن. وكل الحاجات اللي احنا بنعملها وما فيهاش توازن للجسد وما فيهاش توازن سبحان الله للامانه اللي ربنا مديها لنا ديت، ففيها مشكله كبيره يا جماعه. اي شيء هتستخدمه بزياده هيهلكك. استخدمت جسدك في الجنس زياده هتهلكك، استخدمت جسدك في العمل زياده هيهلكك، استخدمت جسدك في الانجاب زياده هيهلكك، استخدمت جسدك في ان انت تاكل زياده وتكون انسان شره في كل حاجه عايزه 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 عايز، هتتهلك. استخدمت عقلك في التفكير الزياده وفي ان انت تبص وتعمل وعايز مش عارفه ايه، برضه هيهلكك. لازم الانسان يكون متوازن، لازم تعيش في سلام مع جسمك، لازم تعيش في سلام مع جسمك، تعمل مديتيشن، تأمل، تعمل رياضة بتوازن، تاكل أكل كويس بتوازن، تنام كويس، تصحى الصبح بدري، تقوم تصلي ربنا، تتحرك، تعمل كل الحاجات دي اللي انت لازم تعملها علشان يكون جسدك يكون يديك لفترة أطول. لأن انت عشان تشوف الأجانب مثلا عنده 70 80 سنة وبينزل لسه يعمل الرياضة ولسه مش عارفة ايه ولسه بيشرب مية كتير ولسه بيعمل، لانهم عندهم الكونسبت احترام الجسد ده وتقديره. لانه لو الجسد ده عطب او جراله اي شيء انت خلاص يعني شويه وعمرك خلاص يبقى انت هلكت نفسك. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا على الجسد تاني ويقول لك خلي بالك من جسمك. جسمك ممكن يحصل له امراض، ممكن الامراض دي تكون ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلمك الصبر ويعلمك التسليم لربنا سبحانه وتعالى ويعلمك الحاجات دي. وممكن في بعض الاوقات الامراض تكون بسبب انت سوء سلوك منك لهذا الجسد واللي انت بتعمله فيه. عرفت ازاي؟ وسواء كان جسدك او جسد الاخرين، يعني حتى اولادك حتى مراتك، استخدام جسد مراتك على طول باستمرار من غير مراعيه لجسدها، من غير مراعيه لجسد ولادك، يلا نادي، يلا مذاكره، يلا ننزل، يلا، ما انت بتهلكهم. بنهلك نفسنا يا جماعه، وربنا ما امرناش بكده. ربنا امرنا بالرحمه وبالاحسان لكل شيء، لانفسنا ولازواجنا ولولادنا، وكل شيء يكون بحب وبرحمه. والمشكله كمان هو انك تغصب الاشخاص الاخرين انهم يعملوا لك حاجات هم مش عايزين يعملوها. يعني مثلا يجي راجل يقول لمراته مثلا اخدمي امي، طب انت بتهلك جسمها.
ما انت بتهلك جسمها، ولما تهلك جسمها هي مش هتقدر تخدمك ومش هتقدر تخدم بيتك. انت بتعمل ايه؟ انت بتصلح من جنب وبتفسد من جوانب تانية، يبقى انت كده ما بتصلحش، انت كده بتفسد. لما تكون هي انسانة بتتحمل مرة واتنين علشان خاطرك وكذا، ولكن بعد كده انت تحملها فوق طاقتها وتحملها فوق طاقتها، ما جسدها هيشتكي. ولما يشتكي جسدها ترجع تقول ده قد ما هي ما بتهتمش، ده لا، لان انت اسرفت في استخدام هذا الجسد. لان انت اسرفت في استخدام جسد مراتك، اسرفت في استخدام جسد ولادك، اسرفت في استخدام جسدك. انت ما تعاملتش بتوازن مع هذا الجسد. فعرفتوا ازاي ليه قد ايه الجسد مهم يا جماعه؟ فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا الجسد ممكن يمرض. من العلامات ان ممكن انت يجيلك شيخوخه، بتقول لك انه خلاص الجسد بقى بدأ ايه يعني يتهاوى كده شويه شويه، بتكبر في السن، شعر راسك يبيض، نظرك يضعف شويه، تحس سبحان الله ان انت خلاص العمر قرب ينتهي، سبحان الله، مثلا تمرض مرض شديد. ممكن الجسد يكون جسد موجود على السرير ولكن يفقد التركيز، يفقد سبحان الله الوعي. ففي اشكال كتيره كتيره من اشكال قرب انتهاء الجسد او قرب انتهاء رحله الجسد معاك. فمهم جدا يا جماعه نفهم ان احنا لما بنيجي نموت اللي بنسيبه هو الجسد، والجسد احنا بنسيبه بينزل لمكانه الاساسي اللي اتكون منه اللي هو التراب، ولكن الروح والنفس بيفضلوا، والادراك وكل الحاجات دي بتفضل للرحله اللي بعد كده. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فمهم جدا ان ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن كل شيء يخص الانسان. فكلمنا عن الروح ازاي، كلمنا عن النفس ازاي، كلمنا عن الجسد وازاي نحافظ على الجسد بتاعنا، وازاي نعرف ان رحلتنا مش هي الرحله بس بتاعت الارض دي، ده كانت في رحله قبلها وفي رحله قبلها وفي رحله بعدها وفي رحله بعدها تاني. واحنا يعني ادراكنا ووعينا بينتقل من مرحله لمرحله، وعلينا ان احنا في كل مرحله نحافظ على نفسنا على قد ما نقدر، نحافظ على نفسنا ونحافظ على يعني لما يجي لنا مرض بعد الشر او اي حاجه نحس فيها بالعجز او نحس بيها ان احنا مش قادرين، لازم نتقبل انه دوت ممكن يكون بسبب تقصير احنا قدمناه لنفسنا ولاجسادنا، او ممكن يكون رحمه من ربنا انه بيخفف علينا شيئا ما، او بيكون ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. بس لو انت كنت مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، محافظ على جسمك، بتصلي صيام، بتصلي وبتصوم وبتعمل الفروض اللي ربنا قالك عليها، عندك تصالح مع جسمك، بتحاول تحط في جسمك كل حاجه كويسه على قد ما تقدر، لان احنا مش بيرفكت، ما فيش حد فينا. يعني انا عن نفسي ساعات اكل كويس وساعات اضرب فطير مشلتت واكل محشي ما احنا بشر، بس لازم الانسان يكون على الاقل ما دام بعمل كده يبقى انزل امشي، ما دام بعمل كده يبقى اشرب ميه كتير، ما دام بعمل كده يبقى احاول النهارده اكلت كده يبقى بكره خفف شويه، بلاش اتقل بالليل، اكل زبدية مثلا، فاكون انسان متوازن عارف اعمل البالانس على قد ما اقدر. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ واعرف انه الجسم فرجايل، يعني هش جدا، يعني انت ممكن حد يزقك زقه كده او انت تزق. ده سيدنا موسى عليه السلام لما زق الراجل وجزه كده موته في زقه، في زقه موته. عرفتوا زقه قد ايه ربنا بيوريك ان الجسد ضعيف؟ فلا تمد ايدك على ست، ولا تمد ايدك على ولد، ولا تمد ايدك وعلى مخلوق تاني، ولا تمسك مخلوق تقتله وتصرف في ذبحه، ولا كل الكلام اللي احنا بنعمله ده. كل الكلام ده غلط يا جماعه، لان ممكن انا من غير قصد مني ازق ابني زقه ينزل دماغه تتفتح مثلا، او ازق بنتي زقه ممكن تتعور ايدها تتكسر مثلا. طب ليه؟ يبقى انا كده ربنا هيحاسبني. ما هو انا ربنا هيناديني يقول لي انا اديتك الامانه دي عشان تحافظ عليها وتحبها وتديها حب ورحمه واهتمام، جيت انت عملت ايه؟ اسأت استخدام هؤلاء الاولاد اللي انا اديتهم لك، واسأت استخدام الزوجه اللي انا اديتها لك، واسأت استخدام. وبعدين بقى مين اللي بيحس بالاشخاص دول؟ ربنا. اللي بيحس بالاشخاص دول وبألمهم اللي انت مش بتحس بيه هو ربنا سبحانه وتعالى. وربنا في الحاجات دي عدل جدا، ما يحبش حد يبغى او اللي هو يتخطى الحدود. مهم جدا نفهم، والهدف الاساسي من نزول القرآن هو انه يفهم نفسك انها ما تتخطاش حدودها، لان مشكله النفس هي مشكلتها الابديه والازليه ان ما عندهاش حدود وعايزه الزياده. هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. فزوجتي تراعيني وتهتم بيني، بتهتم بيا، بدل ما انا اشكرها وكذا اقطمها واخليها تعمل زياده، واقطمها واخليها لغايه لما تفلت مني خالص وتبقى مش طايقاني ومش طايقه شكلي.
ليه؟ لان انا ما كنتش محسن اليها. فمهم جدا يا جماعه نتعامل مع نفسنا ومع جسمنا بطريقه افضل، نتعامل مع نفسنا وجسمنا بوعي وادراك اعلى. مهم ان احنا نتعامل مع اجساد اللي حوالينا برحمه اكتر، مع اولادنا مع ازواجنا، نفهم انهم ليهم قدرات، انه مش كلهم خارقين وخزعبلاتين زي ما احنا متخيلين ومعتقدين. لما ابني يقول لي انا مش قادر، هو فعلا مش قادر. لما انا اقول له شيل دي ويقول لي انا مش قادر يا ماما، خلاص انا يكون عندي رحمه وافهم انه مش قادر، ما اغصبش عليه انه لا دي الرجوله وانت لازم تشيل وانت لازم تعمل وانت راجل وانت. كل الكلام اللي احنا اتربينا عليه في منتهى القسوه، في منتهى القسوه وفي منتهى الاذيه وفي عدم رحمه بالمخلوقات اللي ربنا خلقها واللي ربنا وكلنا عليهم. وده كتير صعب، كتير صعب ان ربنا يديك اولاد ولا يديك زوجه بدل ما ترحمهم وتعفو عنهم وتكون انسان صالح معاهم وتديهم من الخير، تكون اكتر جحود واكتر استغلال، ويلا وهوبا وجي ويلا قومي ويلا مش بتعمليش. كل اللي اتربينا عليه في مجتمعنا غلط، لازم نفهم كده. ونتيجته النفور، الانفصال، القتل، التدمير، زي ما انتم شايفين الوضع دلوقتي. ليه؟ علشان خاطر احنا بنستبيح الاخر واجساد الاخرين، ونعتقد ان انا ما دام اتجوزتها خلاص هي عبد عندي، او ما دام انا خلفت يبقى هم عباد عند هم، مش محدش عبد عند حد. كلنا عباد لربنا سبحانه وتعالى، وملزومين نعمل حاجات معينه في الارض دي، وين ما عملناهاش للاسف انت اللي هتجني النتيجه، ما حدش تاني. لما يكون في زوجته بتراعيه وبتهتم بيه وبتخلي ويجبرها روحي اعملي لامي، روحي اعملي لاختي، روحي شيلي مش عارفه ايه، انت ما بتربيش مش عارفه كل الكلام ده، وتيجي بعد كده هي تقول لها خلاص لا انا مش عايزه اكمل معاك، انا همشي وهسيبك. وتقعد انت بقى طبعا لا لاقي اللي يراعيك ولا لاقي اللي يهتم بيك، وحاسس نفسك ان هي اللي غلطانه وهي اللي مش كويسه وهي اللي ما صبرتش وهي لا، انت اللي غلطان، وانت اللي كان عندك اسراف، وانت اللي ما رعيتهاش، وانت اللي ما اهتمتش بيها، وانت اللي ما رحمتهاش. عشان كده هي سابتك، عشان هو الاساس كله ان انت كل ما رحمت الانسان كل ما كان اكتر حب وقرب ليك، وكل ما كنت فظ وغليظ القلب ومفض الناس من حولك. عشان كده تلاقي الراجل يوصل مثلا لسن ال50 وال60 تلاقي مراته تسيبه، عياله يسيبوه، تلاقوهم مش عايزين يخدموه لان انت كنت فظ معاهم ما رحمتش. ومن لا يرحم لا يرحم. يا جماعة لازم نفهم القاعدة دي كويس جدا. وقليلين جدا من الناس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى برحمته حاطط في قلبهم رحمة انهم يرحموا الناس دي كويس. فانت قدم لنفسك الرحمة من دلوقتي، راعي الناس، راعي ان كل جسم ليه طاقة، ولادك ليهم طاقة، انت ليك طاقة، مراتك ليها طاقة. ان انا اكون فاهم ومدرك انه احنا في رجال، يعني احنا كائنات ضعيفة لازم نفهم كده. فالنهارده انا اتكلمت معاكم بالتفصيل عن موضوع الجسد، وخلينا ماشيين في رحلتنا كده ونشوف ان شاء الله ربنا يا ربي يخلينا كده نعرف نفهم الحكمة من الكتاب العظيم اللي ربنا حطه اللي هو القرآن الكريم. فاتكلمت معاكم عن الروح، اتكلمت معاكم عن النفس، والنهارده اتكلمت معاكم عن الجسد. اللايف الجاي ان شاء الله هتكلم معاكم عن العواطف وتأثير العواطف على الانسان وردود افعاله. وبتمنى لكم كل السعادة وامسية جميلة عليكم وليلة سعيدة على الجميع، وتصبحوا على الف خير. باي باي.